الحلقة الرابعة من بودكاست شمس بعنوان فاقد الشيء يعطيه. دائما منشوف إنه في خلاف على هي الفكرة. بعض الناس بيعتبروا إنه فاقد الشيء لا يعطيه، والبعض الآخر بيقول إنه لا، بالعكس، فاقد الشيء يعطيه وبقوة كمان. بكتير أحيان الناس بتمشي على مقولات كأنه شيء ثابت وقانون بنبني عليه آرائنا وأفكارنا وتصرفاتنا، ولكن بكل تأكيد فاقد الشيء ممكن يكون هو أفضل من يعطيه، لأنه هو أدرى البشر بمرارة فقدانه. العطاء بيعطي معنى للحياة، سواء كان مادي أو معنوي، سواء كان بالكلام أو بالمواقف. يلي فقدوا الحنان والعاطفة هم أقدر الناس على عطائه، ويلي فقدوا الأمان رح يقدموه بكل قوة. يلي فقدوا الدعم رح يعرفوا كيف يقدموه لغيرهم مثل ما كانوا بيتمنوا إنه يحصلوا عليه. واللي فقد تعليمه رح يكون أكتر الناس عم ينصح غيره ويعطي لأولاده ظروف صحية لحتى يتعلموا، وقس على ذلك كتير من المواقف. إنك تعطي غيرك يلي ناقصه بالرغم من إنه أنت محتاجه هو فعلا شي كتير كبير، وتأكد إنه كل شي بتعطيه رح يرجع لك يوما ما. هاي قاعدة وقانون بالحياة، وعن تجارب وقصص واقعية صارت وبتأكد هذا الموضوع. وأبداً هي ما طريقة لحتى تواسي فيها حالك أو تبرر تصرفاتك مع غيرك أو تبرر عطائك لإلهم. شو أحلى من إنه يرجع لك عطائك بالوقت يلي أنت فعلاً محتاجه؟ لما تعطي أمل، تعطي طمأنينة، حنية، كلمة حلوة، كله رح يرجع لك يوماً ما. تخيل إنه تكون عم تمر بظروف صعبة وعندك مشكلة كبيرة، وتلتقي بشخص فاقد الأمل وعنده يأس. بلا ما تحس رح تروح وتكون حده وتساعده، تسمعه وتسأله عن حاله وتحاول تلاقي حلول لمشكلته. رح تفصل وتتناسى ظروفك لثواني، بالرغم من إنه ممكن تكون أنت أكتر إنسان بحاجة الكلمة. بس كلامك البسيط اللي ممكن تقوله من الممكن إنه تنقذه من حالة نفسية سيئة فعلا، وإنه تطالعه من عتمة عايش فيها وناطر حنية وإيد تمسك إيده. هاد مثال بسيط ولكن لا يستهان فيه أبدا، وبتخيل إنه ما حدا فينا إلا عاشه يوما ما. بس الأكيد إنه هيك موقف دليل على إنه أنت قادر تعطي شي بالوقت يلي أنت بحاجته بشكل فعلي. العطاء وقت الحاجة أعظم من العطاء وقت الرخاء، ودايما أعطي يلي حابب تحصل عليه بكل لطف ومحبة ومثل ما بتحب إنه يرجع لك. ما في شي بالحياة بيمنعك من الابتسامة، من الكلام الحلو، من إنه تمد إيدك وتساعد يلي محتاج، سواء كان بالكلام، بالأفعال، بالدعم، بالشيء المادي، ولو كان بنسبة بسيطة. وفكر بالموضوع بشكل عكسي. تخيل إنه أنت يوما ما تكون محتاج هيك تفاصيل وفعلا تحصل عليها، شو شعورك بوقتها؟ تفاصيل ومواقف صغيرة بمفعول كبير. كلنا منحب يلي بيبتسم بوشنا وبيكون لطيف وبيعطي حنية وحب، وشو أقوى منا وبتوصل لجوا القلب لو كانت عم تطلع من أشخاص هنن كمان محتاجينها. بس الأكيد إنه لما تطلع منهم تجاهنا رح نرد لهم إياها وزيادة، لأنه هيك الإنسان وهيك الحياة، وهذا الشيء الصح أساساً. العطاء رح يحسسك بشيء من النور بداخلك، لأنك قدرت تقدم شيء لغيرك وشفت نتيجته قدامك. تعاطف مع غيرك وحاول تحط حالك مكانه وتفهمه وتسمعه. وعلى فكرة هذا الشيء علميا مثبت من خلال دراسة انعملت من قبل أخصائيين بالأعصاب، بتقول إنه نحن نمتلك بعقولنا نهايات عصبية بتدفعنا نحاكي مشاعر اللي حولنا ونحس فيها. بس الدافع الذاتي اللي عنا هو بقى بيعطينا قدرة لحتى نحن نقدم له العطاء مثل ما بدنا ومثل ما بنقدر. العطاء هو عبارة عن نوعين: عطاء محدود بيكون مع الناس، وعطاء لا محدود بيكون مع الله. هذا العطاء اللي بتقدم فيه وبتعطي كتير لأشخاص، وبتستنتج بعد فترة إنه طلعوا ما بيستاهلوا، فبتقول أنا عملت والله شايف. هذا العطاء اللامحدود بيحميك من الناس يلي بتغدر، يلي بتصدمك بردة فعلا وأنانيتهم. بتعطي وانت واثق من انه عطائك لو انتسى من هالناس ما رح ينتسى بالحياة، وكل شي رح يرجع لك يوما ما. يمكن بالحياة تعطي وتساعد وتقدم كتير، وببعض المطارح تكون فعلا انت محتاج اللي عم تقدمه وبدك حدا يقدم لك اياه. بس للأسف بتستنتج بعد فترة
إنه هذا الشخص طلع ما بيستاهل كل شيء قدمت له إياه، وما ردلك إياه بأي شكل من الأشكال. لهيك كون عم تعطي بوعي، كون عم تعطي بحدود، بمنطق، وحسب أهمية الشخص بحياتك حاول ترسم عطائك. ضل عم تعطي بدون ما يعكس الموضوع سلبا على صحتك وحياتك وتفاصيلك. كل شي خليه يكون بحدود. بس مع هالشي لا تستغني عن العطاء مهما مر حواليك ناس ما بيستاهلوا. لا تفرط بإنك تجبر قلب مكسور، وترسم بسمة على وجه شخص مجروح، وتمسك إيد إنسان عم يطلب منك تكون موجود. العطاء يلي رح تقدمه لو كنت فاقده يوما ما رح يضوي لك شمس بحياتك، تفرجيك إنه عطائك عم يرجع لك بطرق وأشكال كتيرة ما خطرت على بالك.